بنجدد الترحيب بحضراتكم، وحديثنا في هذه الفقرة هيكون بشكل كروي بحت من خلال واحد من نجوم كرة القدم أمتعونا سواء في وجوده في المقاولين، في الزمالك، في الترسانة، وأكيد هيبقى ليه وجهة نظر في المباريات الأفريقية سواء الكونفدرالية أو دوري رابطة الأبطال، الأهلي والزمالك وسموحة. وكمان هنسأله على ايه اللي شايفه دلوقتي في سوق الصفقات. يعني هو برضو ما لعبش من فترة بعيدة يعني وكان يمكن لحق شوية أواخر الأسعار اللي هي العالية دلوقتي، بس صحيح ما نبوش منها زي ما موجود في السوق دلوقتي. لكن هل هي صفقات فعلا واقعية حقيقية؟ شايف انه الحكايات اللي بتتعمل والهالات اللي بتتعمل على هذه الصفقات في النهاية بنشوف أداء مميز من هؤلاء اللاعبين داخل الملاعب، ولا هو كل موسم حكايه وبتنتهي؟ هنسال كابتن محمد جمال في كل ده اللي هو منورنا النهارده. اهلا بيك كابتن محمد. اهلا بحضرتك وشرفتنا. اهلا بيك. صباح الخير كابتن وائل. اهلا بيك. تحب نبدا منين؟ كونفدراليه؟ زي ما حضرتك نبدا بالزمالك. بالزمالك، ايه رايك؟ طبعا. مش هتكلم بقى على الجماهير والروابط، متهيألي مش محتاجين نعلق، خلاص انت سمعتنا حتى في الاول، مش محتاجين نتكلم في القصه دي، نتكلم في كوره شويه. حاجه تحزن فعلا، حاجه تحزن المجموعه تطلع عشان تشتم بس. يعني انا كنت لعيب كوره، اسوأ حاجه في الدنيا ان جمهورك يشتمك، وبعدين وبيشتمك وانت ماشي كويس جدا وبطل دوري وتلعب في لا هو مش جاي يشتمك عشان يشتمك بقى، هو الحكايه متظبطه يعني. هو يعني الله اعلم، المواضيع ليها مقارب اخرى في اعتقادي. تمام، احنا مش عايزين نتكلم فيها كتير بقى عشان بالزبط. ده موضوع تافه مش عايزين. لكن خلينا نتكلم في الجزء الايجابي بقى. الزمالك لعب مباراه مع الصفاقسي في تونس، فاز عليه 3-1. مباراه كانت قويه جدا. الزمالك بيؤكد تصدره للمجموعه، صحيح 12 واورلاندو 12 والدنيا بقت لا بس في حاله التعادل للزمالك يبقى قوي بالظبط يعني. فخلاص. والمباراه بتاعت المباراه الاخيره للزمالك مع اورلاندو هنا على ارضنا، لانه هو فاز عليه هناك، ففي حاله التعادل بالفعل، لان هم بيحتكموا على فكره الاول للمواجهات المباشره بالزبط. بعد كده الاهداف. فالحمد لله الظروف بالنسبه للزمالك افضل ان شاء الله بكثير ان شاء الله. تعليقك ايه على ده بقى، على مستوى الزمالك في الفتره اللي فاتت ختاما من مباراه الصفاقس؟ طبعا بفضل الله هو نمره واحد الاستقرار. انا كنت لعيب كوره، الحمد لله الاداره السنه دي برئاسه المستشار مرتضى منصور وكل الاعضاء وفروا لهم كل حاجه بامانه، يعني صفقات مميزه، امكانيات هايله، مكافئات. يعني انا اخر حاجه صفقه عاملها محمد شعبان من معلش سوري يعني من الزمالك للمقاولين، هو قال لي اخر مكافاه انا واخدها، ودي عمرها ما كانت بتحصل في نادي الزمالك. تمام، فبقول لك استقرار مهم جدا. اللعيبه برضو مميزه على قدر المسؤوليه، اللعيبه عاوزه تثبت نفسها، ما بتفرحش بفوز ماتش واثنين وبتنام، لا في منافسه شريفه. برضو الراجل فييرا عامل منافسه شريفه، اي حد ممكن يلعب، اي حد ممكن يلعب في اي مكان، بدليل يعني كذا لعيب بيلعب مش في مركزه وبيأدي بشكل كويس جدا. عنده مجموعه دلوقتي هايله بفضل الله. برضو الصفقات الجديده برضو قدام بشكل كويس قوي، يعني كلها صفقات انا شايفها ناجحه وهتثبت نفسها زيها زي الاهلي برضو، فربنا يكرم ان شاء الله. ويعني انا بتمنى ان شاء الله مواجهه كرويه ممتعه في النهايه ان شاء الله بين الزمالك والاهلي ان شاء الله. طيب انا عارف ان حضرتك قريب من سوق اللعيبه والانتقالات ولكن نشاط جيد في هذا الامر يعني. الحمد لله. الحمد لله. لما ساعات بنسال ناس سواء من ضيوفنا مثلا بالذات يكون لعيبه كبار مثلا مدربين، فيقول لك ما فيش عندنا لعيب يستحق الرقم ده، ولا 100 ولا 200 ولا 300 الف جنيه، حتى مليون جنيه كتير على انه يبقى في السوق اللعيبه، ولكن بنلاقي بال10 وال15 وال20 وال40 مليون دلوقتي بيدفعوا في لعيبه. واحيانا بتبقى الصفقات دي عليها الهاله الاعلاميه الكبيره، ونفاجئ ان اللعيب ما بيؤديش الاداء المرجو منه، واخر الموسم بيتباع بعشر الثمن ده، وساعات بيسيبوه ببلاش. شكل السوق هل ده منطقي اللي بيحصل فيه؟ تقييمك ليه ايه؟ هو منطقي بالنسبه لاوروبا. انا شايف اوروبا وحتى دول شمال افريقيا دلوقتي بتتنافس، والمبالغ وصلت مبالغ خرافيه زي ما حضرتك بتقول كده. بالنسبه لاوروبا، بالنسبه شوف الدوري بيتباع بكام، وشوف النادي بيكسب كام، وشوف راس ماله كام. هي المشكله الوحيده هنا زي ما حضرتك وقلت قبل كده هنا، التنافس ما بين الاهلي والزمالك. هو البطوله هو مين اللي بيعمل ده طيب؟ ما هو اللعيب، انا بقول باسمه الجديد الوسيط.
الوسيط وممكن اللي وممكن هو كمان الوكيل يعني الوكيل في اسمه القديم. وممكن كمان الولد يستاهل، يعني ممكن يكون انا الزمالك دلوقتي محتاج لعيب مميز جدا وبحاول معاه، الاهلي شايف اللي هو هيقويه فانا بجري وراه على اساس اخده، والعكس السعر يرفع. في السعر يرفع زي ما حصل بسألك في سؤال موضوع بصراحة وجاوبني اوفونا. عليه انا بصراحة. شايف موضوع اوفونا عندك كام لاعب مميز في مصر؟ بصراحه كتير، يعني انا بقول أيوة، لحضرتك يطلعوا كتير كام؟ كتير في كل فرقه فيها كتير، يعني احنا لو هنتكلم في الاهلي لا، والزمالك بتكلم والاسماعيلي مميز بمعنى مميز يعني مستواه يرتقي لانه يلبس الفانيلا البيضاء او الحمراء. تمام. سؤال واضح. كام واحد؟ لا اقول لحضرتك حاجه دلوقتي برضو، يعني في ناس كتير بدليل بقول لحضرتك الصفقات الاخيره دي كلها انا متهيألي صفقات كلها مميزه والزمالك عاوزها. القسم الثاني فيه لعيبه، يعني الانديه اللي راحت أنا جريت عليهم، يعني لسه هقول مش لك. في محمد جمال جديد جاي من الترسانه ما انا موديه برضه الزمالك انا وكابتن طيب. تامر. هقول لك. بس انا بقول لحضرتك بس هو ما تأيدش في الزمالك ما تأيدش؟ للاسف. بس هو هيطلع اعاره للداخليه ان شاء الله، ده يعني صفق يعني. ده خد مليون جنيه اظن الزمالك. الزمالك كان واخده مليون جنيه آه. من نادي الترسانه. انا هقول لك انا بس السؤال ده ليه؟ اتفضل. لاني شفت بعيني ما حدش قال لي. اتفضل. الوكيل من دول او الوسيط بقى في المسمى الجديد، تمام. الوسيط من دول ياخد اللاعب يروح يكلم حد مثلا في الاهلي. في الاهلي تمام. يقول له الزمالك طالبه الحق، تمام. الزمالك طالبه الحق. وطبعا الزياره دي بعدها ب 10 دقائق الفرق ما بين الاهلي والزمالك خطوتين بالتاكس، انت عارف، اذا ما تمام. كانش معاه عربيه حتى. تمام. الاهلي عايزه الحق. تمام. خلاص كده هو الوسيط وصل اللاعب للفرقتين. حلو. مجلس الاداره هنا يبدا يشتغل ومجلس الاداره هنا يبدا يشتغل. اللاعب يبقى ب5 قروش تمام. يوصل ل 5 مليون و7 مليون. طب ماشي اوكي. ده انا معاك. شفت بعيني ما حدش قال انا لي. معاك اوكي، بس اللعيب يستاهل. المهم اللعيب يستاهل. معلش انا دلوقتي لو رحت للمستشار كام لاعب في مصر وقلت له يساوي أكتر من سعاده 2 مليون المستشار، جنيه؟ انا بقول لحضرتك لو رحت لحد في اعضاء نادي الزمالك او رئاسه المستشار قلت له في لعيب كذا كذا الاهلي بيجري وراه، طب ما الناس دي برضو شايفه الراجل وسوق. اوكي كام لاعب في مصر يساوي اكتر من 2 مليون جنيه؟ لا انا شايف ال 2 مليون جنيه ده توب لاعلى لعيب عندنا. امال ايه 8 و9 وال10 وال15 وال16 حاجات كده؟ لا ده الافريقي بيعمل، يعني انا اقول لحضرتك حاجه هو احمد مثال. الشيخ افريقي؟ ما عشان كان في تنافس بقول لك دي حاجه بتبقى في تنافس الله ما يفتح بين عليك. اذا التنافس ده وصلني لفين؟ تمام. وصلني ان لاعب ياخد اكتر من حقه تمام. وقد لا يؤدي بالمبلغ ده وعمره ما هيأدي بالمبلغ ده. تمام. لما بس احمد اللعيب الشيخ مش يوصل ل ذنبه 16 حاجة. مليون اللعيب مش ذنبه حاجه، انا دلوقتي لعيب وبقدم ماتش كويس، يعني احمد الشيخ كان ماشي بخطه كويسه قوي طبعا. لعب ماتش مع هايل كامل قدام الاحترام على الزمالك. فكره لاحمد الشيخ. طبعا. انا لا اعول عليه خالص ولا انا ما يهمنيش، انا كنت لعيب كوره. يا رب يديله أيوة. 100 تمام. مليون، هي مش طبعا. غلطته. اقول مش لحضرتك ذنبه. انا كنت لعيب كوره. انا أيوة. دلوقتي اما يجي لي عرض خرافي من حته ثانيه وواحد تاني بينافسني، انا كلاعب انا ماليش ذنب في الموضوع مش ده. موضوع طبعا. موضوع ادارات. انا دلوقتي لو شايف ادارات الوسيط اللي موجود او الوكيل بتاع اللاعب اللي هو وسيط اللاعب، او ممكن تتاخد عندي شويه اللي انا ببوظ صفقه مميزه، لان احمد كان ماشي بشكل كويس الفتره اللي فاتت وعمل المباراه بلاش الاخيره. صفقه ايفونا ما عملت نفس القصه. الاوفونا دي انا ليا تحفظ عليها كبير، لان انا شايف اللي فعلا الوسطاء هم كان سبب كبير جدا. $300,000. تمام. الوكيل بس واخد $400,000. تمام. انت متخيل اقول المنظر؟ لك الزمالك ليه وقف في الصفقه دي؟ لانها فعلا يعني الزمالك كان ماشي بخطه كبيره جدا وكان هو اللي اقرب، ومره واحده قال ستوب، لا خلاص احنا مش هناخده خلاص، والاهلي خده. فده طبيعي، لان فعلا يعني المبالغ كان مبالغ فيها جدا، والناس في اعضاء مجلس اداره قال لك لا خلاص، قال لك ما هجيب لعيب بالشكل ده، انا عندي اجيب 5 6 لعيبه سوبر، وممكن اللعيب ده لا قدر الله يحصل له اصابه. تمام. فانا شايف اللي هي العند برضو ما بين الاثنين والتنافس هو اللي بيوصل اللعيبه. انا شايف ان يحصل منافسه على لاعب الاول، الجهاز الفني او جهاز الكره اللي موجود يؤكد لي ان انا محتاجه في المركز ده. تمام. لكن ما تبقاش الخناقه لمجرد ان انا زي ما قلت لك الوسيط بيعمل ايه؟ تمام. لمجرد ان انا عرفت ان الاهلي طالبه فالزمالك يتخانق، او الزمالك طالبه فالاهلي يتخانق، وبالتالي سعر اللاعب يعلى جدا، في حين ان ممكن يكون في مركزه عندي لاعب واثنين وثلاثه، لمجرد ان انا ادخل في منافسه او اضيع فرصه المنافس اللي هو بالظبط. ياخده. تمام. انا محتاجه عندي له مكان هيلعب فعلا. تمام. ولا مش هيلعب. الانديه الاوروبيه بتعمل ده بقى، تتنافس على لاعب صحيح بس بشرط. زي موضوع صلاح، محمد صلاح، موضوع فيورنتينا وروما، تتنافس موضوع وصل لمرحله كبيره جدا والاخر اتحسم بس بمبلغ برضو كبير جدا. بالظبط. بس تمام. روما عاوزه ولا لا؟ عاوزه. مركزه محتاج ولا لا؟ تمام. محتاج. تمام. احنا هنا ما بنقيس بالكلام ده، بدليل انك انت يبقى عندك مشكله مثلا في الناحيه الشمال وعندك 6 7 في خط النص. تمام. صح. وبتتخانق تشتري الثامن، صح كده ولا انا غلطان؟ زي ما حصل السنه دي في الزمالك في مركز معين الباك شمال بالظبط. كان معروض 6 لعيبه والاخر استقروا على شريف علاء ومحمد عادل جمعه. تمام.
فبقول لحضرتك برضو ده التنافس اللي بيخلي يعني المنافسين هنا. حضرتك عارف الزمالك والاهلي منافسين كبار جدا، والمرحله دي مرحله منافسه كبيره ما بينهم وحصد بطولات، والزمالك يعني قعد فتره كبيره ما ياخدش بطولات فمتعطش والجمهور نفسه، فالدوافع اللي عند الزمالك اقوى. الاهلي طبعا فرقه كبيره ما تنفعش يعني تسكت، فهو التنافس بيحصل من هنا. ده وجهه نظر المتواضعه. طيب ده مش الموسم الانتقالات الوحيد، احنا لسه عندنا يناير ان شاء الله. وبرضو صحيح الفلوس ما بتبقاش زي اللي موجوده دلوقتي، ولكن الانديه بتحاول انها تعوض، خاصه الانديه الكبيره اللي بتبقى داخله على منافسات افريقيه مثلا وما الى ذلك. هل ده معناه انه برضو في عائدات، خاصه لو عملنا بقى دوري محترفين وما الى ذلك، لان كل الحاجات هتبقى محسوبه بالورق والقلم. تمام. فبرضو دي مش ليها برضو بعض الامور السلبيه لقصه السوق المختل ده؟ هو طبعا احنا هنا برضو يعني حته التنظيم عندنا مش عالي قوي. تمام. يعني انا دلوقتي انا كنت لعيب كوره وعاصرت عقود كتيره ولحقت العقود العاليه برضو. كنت في المقاولين العرب بفضل الله في الاخر في المقاولين. بس دلوقتي الموضوع بيقولوا المقاولين عندهم هم طالعين معسكر النمسا، بس النمسا كان عندهم مشكله بخصوص مستحقات لعيبه متذمره شويه. لا مش دي بالذات، هي عشان مشكله جيش وفي لعيبه يعني ورقها لسه ما كانش خلص. وهو خلص قريب وان شاء الله، بس هم اجلوها شويه عشان الدوري اتاجل. هو كابتن حسن شحاته كان حابب اللي هو عارف الدوري هيبدا امتى؟ الله، يعني هو كان الاول هتتاجل منين؟ ما بقول لحضرتك هو الدوري كان معلومه مخبيها؟ لا انا مش عندي معلومه طبعا. انا عندي معلومتين. اتفضل. ده على لسان الحاج عامر حسن. يعني تمام. هو قال كده، قال يا يبدا 26/9. تمام. ده مخطط جاهزين بيه وينطلق الدوري. وده صعب. يا يبدا 15 اكتوبر، وهو بيعول على 26 علشان يكون اتلعب 3 جولات. تمام. يستفيد بيهم. يبقى الراجل بتاع المنتخب ده مستر كوبر شاف اللعيبه بتلعب في الانديه عشان ما يحصلش نفس القصه اللي حصلت مع الكابتن شوقي. صح بالظبط. او مش هينفع يبدا يوم 15 اكتوبر. دول الاخر ميعادين انا سمعتهم. عندك تمام. واحد ثالث؟ لا، هو غالبا الميعاد اللي هو في نص اكتوبر هو ده الصح، لان في شركات رعايه وفي حقوق بس وفي مكافآت وفي حاجات كتيره قوي، وعقود اللعيبه متهيألي مش هتقدر تتعمل دلوقتي. مش هيلحقوا. فهي ظروف يعني كويسه. وانا شايف برضو الزمالك والاهلي بيلعبوا ماشيين بخطه كويسه في كاس مصر كمان. فانا شايف اللي هم هيبقوا اجهز بجانب المحترفين الموجودين بره. ف15 اكتوبر يبقى تمام. بالنسبه للمقاولين العرب هم مسافرين شهور النمسا، بس هم اجلوا شويه لان كابتن حسن حب يروح يعمل مباريات هناك قويه قبل ما بيبدا الدوري العام بمرحله صغيره يعني. تمام. طيب قبل ما اطلع من موضوع السوق الانتقالات، القسم الثاني اللي الناس فاكراه انه يعني غلابه، لا ما بقاش غلابه، بقى في انتقالات كبيره وبقت في ارقام كبيره بتدفع دلوقتي، وبقى في برضه منافسات بين الانديه وبعضها. وشفنا انه انديه كبيره زي الاسماعيلي وغيرها واخدين من الانديه القسم الثاني، واخدين من السنبلاوين وغيره. ابحث عن الوسيط يا حسام. اول ما يخش وسيط لا هي فكره، بس في لعيبه فعلا تستحق ده، وبدات الامور تسخن في القسم الثاني كمان. تمام. لا بس برضو انا شايفها في فرقتين ثلاثه بس. زي الاهلي والزمالك عندنا فوق. انا كوكيل دلوقتي بتعامل مع ناس ممتاز به. وكيل ولا وسيط؟ انا وسيط. تمام. انا بقول للعيبه انا صديقكم، يعني انا ما بتعاملش كوسيط. الحمد لله الناس اللي تعرفني او اتعاملوا معايا عارفين كويس قوي ان انا في المجال ده مش داخل بطمع. الحمد لله انا كنت لعيب كوره، الحمد لله داخل المجال يعني الحمد لله مش يعني بتبني اسم وسمعه بالظبط كويس، وباخد الحق يعني عاوز اقول لحضرتك حاجه تصريح في مجموعه كبيره من اللعيبه انا اشتغلت لها، واللعيبه لحد دلوقتي ما خدتش فلوس خالص، واحنا اصدقاء عادي. ما فيش ادنى مشكله. انا بعملها يعني بحب شويه، بس طبعا شغل انا يعني على قد ما بتعب على قد ما باخد. يعني مش لازم اخد مبلغ الكبير قوي اللي الناس بتبالغ بيه، بس باخد اللي انا بحس ان انا يعني تعبت عشانه او تقديريا. طبعا ده شغل، تقدير ادبي ومادي يعني. تمام. مش لازم ابالغ فيه قوي. فانا بقول لحضرتك بالنسبه لسوق الانتقالات في الممتاز بيه، لا انا اتعاملت مع ناس كتيره جدا. يعني انا نادي زي نادي جمهوريه شبين لسه بفضل الله انا كنت وكيل الكابتن طارق السعيد. انا كان معانا محمد ساهر. ايوه كان مدير كوره. تمام. فهو كلمني وانا رشحت بعض المدربين فاستقروا على كابتن طارق السعيد، ورحنا
الامكانيات هناك برضو على يعني قدها. على يعني اقول لحضرتك نادي كبير باسم كبير لازم امبارح برضو السنة الناس اللي فاتت كان تدعم معاهم كابتن شويه. ياسر رضوان ما كملش. مفيش دعم، مفيش دعم خالص، مفيش اي حاجه. نادي كبير زي ده، نادي زي المنيا برضو كابتن شديد قناوي لسه ماسك فيه قريب، مفيش. نادي زي تليفونات بني سويف كابتن صبري المنياوي لسه ماسك برضو امكانيات. بكلم الناس دي كلها، طب يا محمد بيجي يعرض مبالغ، انا بصراحه يعني انا مستغرب 20 و25 و30 الف جنيه. ايوه طب ازاي؟ وبعدين اللعيب بيجي ياخد، يا ريتهم بياخد مثلا مبلغ بيقول لك 12.5%، فتلاقي الولد بيجي يعني يجي يمضي وبيستنى مثلا شهر عقبال ما يجي يطلع له 7000 جنيه. ايوه يطلع له 8000 جنيه. فانا بقى شايف الفروقات كبيره جدا، كبيرة. غير انديه هنا قمه زي ما حضرتك بتقول. طبعا. زي يعني طبعا. مثلا زي الترسانه دلوقتي العقود فيها كانت بقت كويس. محترمه جدا. في FC مصر دلوقتي، في فاركو، في اسكندريه، في القناه، في فرق كبيره قوي دلوقتي اللي هي وراها اما جهات مستقره مثلا هيئات او شركات كبيره. بالظبط. بس الفروق كبيره جدا يعني. هتلاقي مثلا في مجموعه القناه مثلا ممكن العقد يوصل 120 130. في فرق ثانيه ممكن توصل 30000 جنيه. فبص حضرتك حسام اتفضل. عايزين نروح يعني وقتنا خلص يعني. لا ما بلغه الناس البرامجيين انتهى الوقت. لا انا كنت سعيد ان انا كنت معاكم، ومعلش احنا جينا متاخرين شويه. لا بالعكس شرفتنا. فربنا يكرم ان شاء الله، واتمنى ابقى معاكم في حلقات كتيره ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا. اشكرك يا حسام. شكرا وائل، ساعتنا كنت معاك النهارده.